السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. معنا النهاردة اكلة جديدة ووصفة جديدة. هنعمل اكلة من اكلات الشتاء بقى المفضلة، القلقاس. نعمله بطريقة سهلة جدا وهتعجبكم. وتعالوا نشوف طريقتنا. معانا هنا السلق بتاعنا، هننضفه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بنمسك الورقة كده وبنطلع الورقة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة. هكمل بقية السلق بتاعي كله بالطريقة دي، وتعالوا نكمل مع بعض. القلقاس بتاعنا هنقشره ونقطعه عشان نسهل علينا تقشيره، عشان طبعا القلقاس بيبقى ناشف جدا معانا. هنقطعه الاول وبعد كده نقشره، هيبقى سهل معانا في التقشير زي ما احنا شايفين كده. هنقطع مع بعض واحدة كمان زي ما احنا شايفين. بس كده تقشيره بقى بيبقى سهل معانا. تعالوا بقى نقطع القلقاس بتاعنا، هنقطعه مكعبات بالشكل ده زي ما احنا شايفين. عندنا مكعبات متوسطة، بنعملها صغيرة اوي يا جماعة، مكعبات متوسطة. انا هكمل بقى تقطيع الكمية بتاعتي زي ما احنا شايفين. قطعت الكمية بتاعتي كلها. هنزل عليه معلقتين ملح خشن، نعصر عليه ليمون وندعكه كده كويس جدا. انا بحب اغسل القلقاس، ما بحبش اللزوجة والمادة اللزجة اللي بتبقى فيه، فلازم يتغسل كويس. هو لازم القلقاس يتغسل، هيتغسل بالملح الخشن والليمون وميه ساقعه. هتنقعيه كده لمده، هتسيبيه لو سبتيه ساعه كده هتلاقيه نازل كل اللي فيه. دعكيه الاول حلو وكويس قوي بس بالملح الخشن والليمون. معانا السلق بتاعنا بعد ما غسلته وصفيته، قصيته كده بالمقص عشان يبقى قطع، متبقاش الورقه كبيره معانا. هنجيب الطاسه بتاعتنا، هننزل فيها بالسلق بتاعنا. طبعا لو كميه السلق معاكي كبيره هتلاقي دلوقتي السلق بتاعك هبط وكميته قلت، نزلي بقية الكمية زي ما احنا شايفين كده. هنفضل نشوح في السلق بتاعنا. ايوه بص، كل ما بيقل معايا بزود كمية السلق لغاية ما اخلص السلق اللي معايا. هنسيب بقى السلق شغال على النار، وتعالوا نعمل القلقاس بتاعنا. معانا هنا معلقة سمنة كبيرة، ننزل باللحمة بتاعتنا نشوحها الاول، ورش بودرة حبهان وملح وفلفل اسود. هنشوح اللحمة بتاعتنا كويس زي ما احنا شايفين. اللحمة بتاعتنا اتشوحت وخدت لون. ننزل ببصلاية مفرومة وقرن فلفل حار، هنشوح كويس. ومعانا مكعب مرقة. بعد كده هننزل بمية مغلية وكوباية صلصة من اللي احنا مفرزينها. القلقاس ما بيحبش الصلصة الكتير او الطماطم الكتير، هي كوباية الصلصة دي بس كفاية، وعليها معلقة هريسة ومعلقة سكر. هنحط التوابل بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، كمون وكزبرة ورشة شطة، وهنغطيه بقى ونسيبه يغلي واللحمة بتاعتنا تستوي. تعالوا نبص على السلق بتاعنا كده. السلق بتاعنا خلاص نشف، زي ما احنا شايفين كميته قلت كده والدبل كله. ننزل عليه معلقة ونص سمنة، معلقة كبيرة ونص سمنة، وهنفضل بقى نشوح فيه. معايا هنا القلقاس بعد ما غسلته زي ما احنا شايفين. بصوا شايفين مفيش اي لزوجة، مفيش اي حاجة. هو مجرد ما بتحطيله الملح والليمون تدعكيه بيهم وميه ساقعه وتسيبيه يتنقع ساعه، هو خلاص بينزل كل اللي فيه. بعد كده هتغسليه وتشطفيه وتصفيه. معانا هنا السلق بعد ما نشف زي ما احنا شايفين وصل للمرحله دي، يبقى هنحط له فصين توم مفرومين ومعلقه كزبره صغيره، كزبره ناشفه. وهنفضل نشوح في السلق مع التومه
والكزبرة. زي ما احنا شايفين هو خلاص كده في المرحلة الأخيرة. ده ما نسيبوش بقى في المرحلة دي، نفضل نشوح فيه ونقلب فيه لانه كده خلاص السلق خلاص بقى جاهز معانا كده. هو نشف تماما زي ما احنا شايفين. هننزل بمعلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة ملح. الملح بيساعد القلقاس بتاعنا انه ينشف بسرعة. هنشوحه معلقة الملح دقيقة وكده خلاص بقى جاهز معانا. هننزل عليه بقى بكبشة من شوربة القلقاس اللي احنا الشوربة اللي مسويين فيها اللحمة، وهنضربه بالهاند بلندر. هي بس نحط من شوربة القلقاس كبشة عشان خاطر يبقى فيه ليونة معانا، نعرف نضربه بالهاند بلندر. زي ما احنا شايفين اللحمة بتاعتنا استوت وبقت جاهزة. ننزل بالقلقاس بتاعنا، هنسيب له القلقاس يغلي غلوتين، وبعد ما يغلي غلوتين هننزل عليه بقى بالسلق اللي احنا ضربناه. طبعا هنحط السلق على قد كمية القلقاس اللي احنا عاملينه، على قد ما نلاقيه ظبط معانا وتقوله معانا حلو وطعمه كويس. وتعالوا نشوف الكمية اللي هتبقى من السلق، هوريكي هنعمل فيها ايه. بس انا القلقاس بتاعي كده بقى مظبوط، هو دي كمية السلق المناسبة ليه. زي ما احنا شايفين الكمية الباقية حطيتها في كيس زي ما احنا شايفين كده، وهفرده كويس جدا وهشيلها في الفريزر. اي وقت هتيجي تعملي قلقاس بعد كده تحتاجيها تستعملي. معانا بقى الطاسه بتاعتنا، طبعا مش هنسيب اللي فيها ده. نزلت عليها ميه مغليه، ربع كوبايه ميه مغليه. ننزل اللي في الطاسه وننزله على القلقاس بتاعنا. بقى القلقاس بتاعنا جاهز. شايفين بقى القلقاس بتاعنا بقى جاهز ما شاء الله، مع حبه رز بالشعريه وليمون مخلل. بجد جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفين القلقاس بتاعنا دايب ازاي؟ بجد جربوه هيعجبكم جدا، طبعا من اكلات الشتاء المفضله. واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.